عليكم واهلا بيكم ومساء الخير عليكم كلكم جميعا. وحشتوني جدا. النهارده جايبه لكم وصفه جميله جدا. الوصفه دي لتحديد الشفايف وبتخلي الشفايف متحدده وجميله جدا وعن تجربه، وكل الوصفات بتاعتي عن تجربه ومجربه، وان شاء الله الوصفات تكون عجبتكم، اللي هي بتاعت ازاله البطن او الكرش، وبتاعت الايد اللي هي بتاعت الكريم. طيب النهارده بقى عندنا ايه للشفايف؟ عندنا فوزلين وعندنا قرفة، معلقة قرفة، نص معلقة فوزلين. طيب هنشوف دلوقتي. انا هحط القرفة اهو في طبق، يعني طبعا عشان الطبق ده صغير، وهحط نص معلقة فوزلين، فوزلين بجوزة الهند، واي فوزلين عندك، يعني انتي مش متحددة بنوع معين. طيب هنعجن. شوفوا هنا انا عجنت اهو. اهم حاجه بصوا يكون مفرفط كده كده، شايفين اهو. ما كترش فوزين، لان كترتي فوزين هيكلكع. ماشي. طبعا الوصفه دي انا هحطها على شفايفي وتفركيها على شفايفك. هوريكم ازاي دلوقتي. هحطها على ايدي اهو، ايدي اهي. تقعدي تعملي كده على شفايفك بالشكل ده. بعدي شويه الكاميرا. بالشكل ده اهو، شايفين؟ بفركها كده على شفايفي اهي اهي، ولازم تكون كده اهي. شايفين اللون؟ لونها حلو وريحتها حلوه جدا، ووصفات طبيعيه، يعني مش كريمات ولا حاجات تضرك ولا حاجه. ده قرفه وفوزلين، والفوزلين ما فيهوش اي ضرر طبعا. ويا ريت تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك، لان انا ان شاء الله باذن الله هنزل لكم وصفات تانية جديده، واستنوني. والسلام عليكم ورحمه الله.